حماية الدستور، أيضا سبب حماية المال العام، وبالدليل قيامه ببلاغ قدم بلاغ النائب العام عن سرقة أموال الدولة وهي سرقة الرمال، وليس بالمستغرب على أبو مصعب. والشكر أيضا موصول لكم أيها الحضور الكريم. في البداية يستفسر البعض عن سبب الأزمة أو الأزمة التي نعيشها حاليا في هذا البلد. نحن نشاهد الحكومات الديمقراطية التي تحترم شعوبها دائما تقوم بحل ومواجهة الأزمات التي تتعرض لها دولها، سواء أزمة مالية أو أزمة كوارث أو أزمة تعليمية أو ما إلى ذلك من الأزمات. ولكن بالمقابل نلاحظ أن سلطة الكويت، السلطة عندنا هنا لا تتعرض ولا تقوم بمعالجة أي أزمة تتعرض لها هذا البلد. والأزمات كثر في هذا البلد، سواء الأزمة في التعليم، مخرجات التعليم لا توافق متطلبات سوق العمل، الأزمة الصحية، الأزمة الإسكانية، الأزمة في كل الأزمات. ولكن بالمقابل هي تتميز على السلطات في الدول الديمقراطية بميزة في اختلاق الأزمات. هذه ما يغلبونها فيها. وأقرب مثال الأزمة التي نعيشها الآن في مرسوم الضرر كما سماه وكل بدر داهو. هذا المرسوم سيء الذكر. تتعذر السلطة بإصدار المرسوم بسببين: سبب خفي وسبب نحن نعلمه اللي هو خفي، والعلني تتعذر بأنها قامت بإصدار هذا المرسوم لأن المرسوم 5 دوائر و4 أصوات لا يمثل عدالة ولا يخدم الأقليات التي هي قدر في عدد مراكز كثيرة عندنا بالقدر، وهذا عذر غير منطقي، لأن لو كانت صادقة بهذا العذر ما يمنعها من توزيع أي كفاءة من أبناء هذه القبائل، ولكن كلمة حق يراد بها باطل. أيضا تتعذر بأن هذا القانون يكرس القبلية ويكرس الطائفية ويكرس كل ما لدينا، ولكن السبب الحقيقي الغير معلن من هذا القرار: السلطة تريد التفرد بالقرار، وتعلمون ما هو الضرر من التفرد بالقرار، فلذلك الصوت الواحد تريد أن تفصل مجلس على حسب هوى السلطة التنفيذية. فهل يعقل أن تقوم السلطة التنفيذية بتفصيل النظام الانتخابي لمجلس أيضا أهم وظائفه هو مراقبة السلطة التنفيذية؟ كيف تشارك السلطة التنفيذية بتفصيل البرنامج أو النظام الانتخابي للسلطة التشريعية؟ كل ذلك يخالف إرادة الأمة، ونحن نحذر السلطة من هذا المقام، نحذر السلطة بمواجهة أو التصدي لإرادة